جالي على منصة اكس وعلى قناتي على اليوتيوب فوق ال 300 سؤال حرفيا بيسألوني: محمد، انت ازاي قدرت تتوقع توقيت التعويم بالدقة دي؟ وازاي قدرت تتوقع سعر الدولار انه يبقى 50 جنيه؟ لا، ده انا لسه هزيدك من الشعر بيت. البنزين والسولار هيزيدوا من 10 ل 15% خلال الاسبوع ده، يعني لتر البنزين هنبقى بنتكلم فوق ال 12 جنيه، والكهرباء كمان هتزيد فوق ال 20% او في حدود ال 20% قبل 31/3. الاجابه على السؤال ده بصراحه بسيطه جدا وتتلخص في نقطتين. اول نقطه ان انت لازم تكون تستمع لتصريحات الرئيس السيسي السابقه، بحكم ان هو طبيب فلسفه يعرف يوصف الحاله كويس. اعرف هو اسمع هو بيقول ايه وطبق عكسها تطلع الاجابه الصح. النقطه الثانيه ان انا في يوم من الايام كنت واحد جوه المطبخ، وكنت اعمل في الديلينج روم او غرفه المعاملات الدوليه لواحد من اكبر البنوك المصريه، وشايف الطريقه كانت بتدار جوه ازاي، بطريقه البلالم. لو عايز تعرف اكتر عن سعر الدولار والبلد رايحه فين الفتره الجايه، حضر قهوتك ويلا بينا في يلا على وول ستريت. أول حاجة، أنا بشكر حضراتكم جدا على كمية التفاعل المهولة سواء على منصة إكس أو على قناتي على اليوتيوب. أنا جالي الأسبوع ده أو مش حتى أقل من أسبوع، من الحد اللي فات، أكتر من 300 سؤال من حضراتكم. شكرا على ثقتكم الغالية. والله أوعد حضراتكم بكل ما أوتيت من قوة إن أنا أحاول جاهدا أجاوب على كل أسئلة حضراتكم، بس هي في الحقيقة كتيرة جدا. خش بقى في موضوع الحلقة. الناس بتسألني: انت ازاي قدرت تتوقع توقيت التعويم بهذه الدقة؟ وازاي كمان قدرت تتوقع ان سعر الدولار هيوصل ل 50 جنيه؟ لدرجة ان انا وصلت في مشادة مع احد اصدقائي مازال بانكر في بنك في مصر، راهن بكل ما اوتي من قوه ان الدولار هيبقى ب 42 جنيه عند التعويم، وانا قلت له 50 جنيه، لدرجه انها كانت هتوصل لمشاده كلاميه. ما تعالوا نفتكر انا قلت ايه الحلقه اللي فاتت. بعد شويه يقول لي: لا لا لا، ده مش معبر عن السعر الحقيقي، خلي ال 30 دي 45 و50 زي ما احنا كلنا متوقعين ومستنيين. في التعويم اللي هيحصل ان هو الاسبوع الاول من رمضان، بس اللي هو اكيد انه هيحصل قبل يوم 31 مارس حسب تعليمات الصندوق لمصر. ما هو ما ينفعش يكون عندك طبيب فلسفه وريس عنده حكمه سليمان وتسمعه لما يقول كلام ترمي كلامه كده في الهوا. لازم تاخده وتسمعه كويس وتعمل عكسه فيطلع الاجابه الصح. ما تيجي نشوف. لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع فيها، لا 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 لا، أنا بتكلم بجد. هذا الموضوع أنا بقوله على الهوا. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا، ما احنا نقعدش في مكاننا. لا لا، ما نقدرش. حتى لو الكلام ده يتعارض مع حتى لو كان ده يتعارض، امال ايه؟ امال ايه؟ اسمعوا، كلنا فهمنا يا سياده الرئيس. كلنا طبعا فهمنا. طبعا. لا، انا بقول لكم لان انا جبت مثالين واضحين جدا. انت بتقول النهارده كيلو لحمه ب 300 جنيه. طب هو ليه ب 300 جنيه؟ لان كده لا لا لا، عشان سعر الصرف اللي انت بتتكلم عليه 30 و35 وعايز تحسبه كده. طب لو انت بقى عايز تخليه 50 و60، المواطن يعمل ايه؟ هتوقف كتير عند الواد الملزق بتاع هي 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 هي. كلنا فهمنا يا سياده الرئيس، عندنا حاجات كتيره في الحلقه اهم من ان احنا نتكلم فيها. لا، ده انا متوقع لك كمان بقى حركه سقعه، ان البنك المركزي في خلال الاسبوعين ثلاثه الجايين يبتدي ينزل بسعر الدولار من 48 47 46، ويبتدي يصدر للناس ان الدولار بينزل. يعني بدل ما يبتدي التعويم بالطريقه الطبيعيه 30 40 50، لا، هيبتدي في 50 ويبتدي يفتكر انه بيضحك على الناس فينزل ل 45 46، فيبتدي يحصل حاله بانيك عند الناس اللي ما عندهاش خبره قوي، وتبتدي الناس تجري وتبيع الدولارات اللي معاها وتقول لك: وسع يا جدع، الحق ده بينزل، الحق بيع الدولارات اللي معاك. انا بقول لك ان دي حركه هم عملوها قبل كده من 3 4 5 سنين واتعملت كتير واتهرست، بس الناس للاسف هي اللي ما بتتعلمش. هنا بكررها لك للمره الثانيه: اوعى تبيع الدولارات اللي معاك تحت اي ظرف. لا، اكتر من كده. حضرتك لما كان الدولار ب 30 جنيه، هل كنت تتوقع ان الدولار هيوصل 50 جنيه؟ ببساطه لو كنت متوقع ده كانش زمانك بعت. دايما بقول للناس الغير متخصصين: اسال نفسك السؤال البسيط الازلي: انا النهارده لو معايا 50,000 جنيه في جيبي، اقدر احول على البنك الاهلي او بنك مصر او سي اي بي او اي بنك اشتري 1000 دولار؟ طول ما الإجابة لأ، تأكد إن اللي بيقولك أزمة الدولار دي شايفك زبون وبيضحك عليك. ده أنت لسه كمان هتشوف أسعار البنزين والسولار والمحروقات بشكل عام اللي هتزيد من 10 ل 12%.
وتأثير دوت على السوق كله وعلى الأسعار هتبقى عاملة ازاي؟ ما هي دلوقتي بعد تعويم سعر الدولار الحكومة هيبقى عندها عجز في دعم المحروقات ديت. طيب تملى العجز ده منين؟ لازم مفيش غير الزبون اللي هو حضرتك، هتميل على جيب حضرتك وتاخد الدعم ده منه. انت هتشوف أسعار مولعة الفترة الجاية، وفي نفس الوقت أحمد موسى ونشأة الديهي طالعين يقولوا لك في التلفزيون الخير قادم بإذن الله. عايز تتأكد من كلامي؟ تعال نشوف مع بعض الخبر ده كده. موقع الشرق بلومبرج امبارح منزل خبر لسه امبارح بيقول لك ان بدء ترفيق المرحله الثانيه بالعاصمه الاداريه في مصر بدايه 2025 بتكلفه 240 مليار جنيه، يعني تقريبا 5 مليار دولار. انت لو شايف ان في اي حاجه الفتره الجايه سياستها اتغيرت عن السفه والصرف في الحاجات اللي ملهاش 60 لازمه عن الفتره اللي فاتت، يبقى ساعتها اقول انا ممكن ابيع الدولار، وان سعر الدولار دوت هينزل وانا هخسر لو خليت الدولار معايا. ده انا احب ازيدك من الشعر بيت. اسمع بقى رئيس الوزراء بتاع الحكومه اللي المفروض ان هي موكله ليها حل ازمه الدولار، وبيتكلم بطريقه مخبر مش ناقصه غير افرول. تعال نشوف. تم التوجيه لوزاره الداخليه بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء واللي منظومة الشبكات اللي كانت بتسيطر على تحويلات المصريين في الخارج. مفيش دولة تسمح بهذا الكلام، واحنا ان شاء الله الفترة الجاية هو هدفنا يبقى عندي سوق واحدة. منظومة الشبكات اللي بتسيطر على تحويلات المصريين في الخارج؟ انت فاهم انت بتقول ايه يا عسل؟ منظومة الشبكات للناس اللي مش متخصصة او الناس اللي مش عارفة انا اشرح لكم بتتم ازاي. واحد عايش في السعودية ومراته عايشة في مصر، بيحول لها 2000 ريال سعودي، بيميل على واحد صاحبه في السعودية عنده بيعرف ان هو بيحول فلوس، بيقول له يا علي حول لي 2000 ريال سعودي دول لمصر. علي بيعمل ايه؟ علي بيتصل بعبد الرحيم صاحبه يقول له انا دلوقتي معايا 2000 ريال سعودي، يا عبد الرحيم روح لمدام فلانية اللي عايشة في العنوان الفلاني، روح اديها وليكن 26,000 جنيه مصري اللي هو المقابل ل 2000 ريال سعودي. عبد الرحيم بياخد ال 26,000 جنيه في شنطة، بيروح لمدام وفاء يطلع لها شقتها، يقول لها مدام وفاء الفلوس اللي محولها لك جوزك اهي. طيب سيادة الرئيس الوزراء، انت هتقبض على واحد ماشي ب26,000 جنيه في شنطة بتهمة ايه ان شاء الله؟ قعدت افكر كتير جدا في كلامك وما لقيتش غير حل واحد، هو ان احنا نحظر التعامل بالجنيه المصري جوه مصر، غير كده هتبقى عامل يا سيادة رئيس الوزراء زي اللي بيدق المية في هون. لو لسه كمان عايز تتأكد ان ازمة الدولار حقيقية ولسه موجودة، شوف معايا الخبر ده. كده مسؤول في البنك المركزي المصري للشرق يوم الخميس اللي هي الشرق بلومبرج لا نية لإلغاء القيود على بطاقات الخصم المصرفية. وده معناه ببساطة شديدة جدا لغير المتخصصين، لو حضرتك بتعمل عمرة في السعودية واتزنقت في فلوس وانت ماشي في الشارع ومحتاج 500 ريال سعودي، بتسحب الكارت بتاعك من جيبك، بتخش على مكنة وليكن مكنة بنك الرقحي، البنك الأهلي التجاري، أي بنك سعودي، وبتسحب ال 500 ريال عشان تدفع الالتزام أو الحاجة الطارئة اللي جت عليك. البنك الاهلي التجاري اللي اتسحب من مكانته ال 500 ريال سعودي بيشوف الكارت ده وليكن صادر من البنك الاهلي المصري، يكلم البنك الاهلي المصري يقول له يا بنك يا اهلي يا مصري، محمد احمد حسنين وسحب 500 ريال سعودي يوم كذا الساعه كذا، غطي لي ال 500 ريال دول. اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت عشان طبعا البلد كانت بتشحت، كان البنك الاهلي او البنك مصر او اي بنك مصري يقول له انا اسف ما عنديش، فبالتالي كل البنوك اللي بره وقفت التعامل على الكروت المصريه. ما انت من الاخر شحات وبلطجي وما بتدفعش. طالما انت لسه موقف العمل بالكروت ديت يبقى ازمه ايه اللي اتحلت يا راجل؟ ده انتوا كدابين كدب الابل. بالمناسبه تعالوا نشوف محافظ البنك المركزي بيقول ايه، وبالله عليكم اللي فاهم حاجه يفهمني. كنت تخيلوا ان المتوسط الشهري لاستخدامات البطاقات بنتكلم في 200 دولار، كان اعتى شهر. تخيلوا ما يوصل 3/4 مليار دولار في الشهر. انت عبيط؟ متوسط استخدام المصريين 105 مليون اللي بيطلعوا بره مصر بيستخدموا البطاقات بتاعه الكروت المصريه في شهر 200 دولار. ده لو مصري بيتفسح في كندا واتزنق في عاصفه ثلجيه واضطر يبات ليله زياده في فندق هيدفع اكتر من 200 دولار. مصري واحد مش 105 مليون، وال 200 دولار نطوا ل 750 مليون دولار. لا انت اكيد اهبل مش بس عبيط مش عارف انت بتقول ايه. انا حبيت النهارده بس اوريكم نموذج بسيط لكميه التخبط والكذب اللي بيتكذب عليكم. والله بقى انت عايز تبيع الدولار انا كده بريء من دمك. نصيحه لكل الناس اللي معاه دولار خليه، ده استثمارك الحقيقي هو والذهب، غير كده بلح. مرة تانية بشكر حضراتكم جدا على كمية التفاعل وكمية المتابعة الرهيبة في الفترة الأخيرة، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.